الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. يا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد كده وعيد مبارك عليكم، ويكون قضيتوا أيام حلوة وأيام جميلة إن شاء الله. ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها هنا وسعادة وكلها أعياد وكلها راحة بال وكلها حاجات حلوة بأمر الله. تعالوا بينا كده بقى نقضي مع بعض روتين كده أول يوم العيد ونشوف تفاصيل يومنا احنا عملنا ايه. زي ما شفتوا كده اول حاجه كده رحنا صلينا صلاه العيد وعيشتكم معايا كده الاجواء بتاعه صلاه العيد. بجد يا بنات هي الفرحه كلها في صلاه العيد الصبح. فبجد اللي ما بيصليش صلاه العيد بجد فايتكم كتير قوي قوي قوي. وصلاه العيد بره كده في وسط الناس في الجوامع او في الساحات كده ليها طعم تاني وطعم مختلف تماما. بجد هناك فرحه حلوه قوي، الناس متجمعه كده والاجواء جميله قوي قوي الصبح كده معاكي ولادك وقرايبك وحبايبك. هناك بقى بتقابلي صحابك، بتقابلي قرايبك، بتقابلي حد معرفة انت تعرفيه، بتشوفي ناس والبهجة بقى والفرحة في الوقت ده حلو قوي قوي. الناس بيكونوا جايبين معاهم توزيعات يوزعوا على الأطفال بعد الصلاة ما بيخلص. بصوا الحاجات هناك جميلة قوي قوي، الأجواء حلوة قوي قوي بجد. فلو انتوا من الناس اللي مش بتصلوا صلاة العيد بجد فايتكم كتير جدا جدا. انزلوا وتشجعوا وروحوا صلوا صلاة العيد. بجد يا بنات هي دي الفرحة، هو ده العيد أصلا. يعني أنا بالنسبة لي العيد أصلا هو يوم الوقفة، وقفة العيد ده بالنسبة لي عيد. أنا يعني مش بالنسبة لي تبقى وقفة، لا أنا بيبقى بالنسبة لي عيد. وخروجة بالليل كده في يوم في ليلة في ليلة العيد كده خروج بالليل، وتاني يوم الصبح صلاة العيد، هو ده العيد بالنسبة لي. بجد بجد أجواء جميلة وأجواء حلوة قوي قوي قوي، أجواء فظيعة. يعني بجد ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها عيد وكلها فرح وكلها سعادة وكلها راحة بال وكلها حاجات حلوة إن شاء الله. العيد خلاص خلص بسرعة قوي قوي قوي. رمضان خلص بسرعة والعيد خلص بسرعة بصراحة. فدايما يا بنات الأيام الحلوة الأيام الجميلة بتعدي بسرعة وبتخلص بسرعة جدا جدا. فربنا يا رب يديم علينا أيامه الجميلة ويديم علينا كل حاجة حلوة يا رب. وطبعا كل يوم أصلا بيعدي علينا وإحنا مبسوطين وفرحانين ومرتاحين وفي صحة وفي حال كويس يعني هو بالنسبة لنا بيبقى عيد طبعا. يعني كل يوم أصلا بيعدي عليكم وانتوا كويسين فيه، ولادكم كويسين بخير وبصحة وانتوا كويسين بصحة وبالكم مرتاح وبالكم رايق وفي راحة نفسية. ده بالنسبة لكم بيبقى يوم عيد. يا رب ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة ويصلح حالكم وحال أولادكم ويبارك لكم فيهم ويهديهم، اللهم آمين يا رب العالمين. وتشوفوهم أحسن الناس يا رب، ويجعل أيامكم كلها فرح وسعادة وسرور وكل حاجة حلوة إن شاء الله. طبعًا جينا بقى من الصلاة، أول ما بنيجي من الصلاة كده يا بنات حماتي ربنا يديها الصحة بتبقى عاملة لنا فتة كده ولحمة وحاجات حلوة، فبنتجمع كلنا
العيلة كلها كده الصبح، وبنفطر مع بعض فطار متين كده. وبعد كده في ناس منكم دلوقتي يقول لي يا ولاء الفتة دي بتبقى في العيد الكبير. احنا عندنا في العيد الكبير وفي العيد الصغير بصراحة، يعني نتجمع فيه كده وبنقعد نفطر الصبح كده، وبعد كده الكل بقى بيطلع ينام، ونصحى بقى كده نعمل أكل بقى أي حاجة، فاهمين؟ يعني ممكن ناكل أي حاجة، حتة جبنة قديمة مثلا نحطها على حتة جبنة من اللي هي الفيتا دي، ونهرسها مثلا مع خياراية وحتة طماطم كده، مع مثلا بيض ومش عارفة ايه بطاطس الحاجات دي، ونتغدى بيها. وممكن بقى مثلا ساعات ببقى أنا عاملة مثلا أكل فايض من قبلها بيوم، يوم الوقفة ببقى عاملة أكل بزيادة شوية، فده ممكن نتغدى منه أو نتعشى منه يوم العيد. وده كده بيبقى ايه يعني اول يوم العيد. تمام كده، احنا مش من الناس اللي بناكل فسيخ ورنجة والكلام ده خالص خالص، يعني احنا مستحيل، يعني عندنا بصراحة طبعا الشعب المصري كله اول يوم ده يضرب رنجة وفسيخ على طول، احنا لا، ما عندناش كده خالص. لان انا وزوجي الحمد لله بنبدأ صيام كده من تاني يوم على طول، وحتى لو مش بنبدأ صيام من تاني يوم، انا زوجي بيقول لي مستحيل، لان بنبقى خارجين اصلا من صيام والمعدة تعبانة، فما ينفعش اول ما تخرجي من صيام تصدمي معدتك كده مرة واحدة وتجيبي بقى وتاكلي فسيخ ورنجة والكلام ده. لا، الحاجات دي غلط جدا جدا على فكرة يا جماعة، والله العظيم يعني الناس أصلا ماشية غلط، فبعد كده نرجع نشتكي ونقول معدتنا تعبانة والكلام ده. أصلا ربنا سبحانه وتعالى خصص لنا 30 يوم في الشهر، دول بيبقوا أيام كده حلوة معدتنا فيها بتنضف وبتتظبط بالصيام، الصيام بيطهر المعدة وبيظبطها سبحان الله. فبنيجي احنا مرة واحدة كده بعد صيام 30 يوم نصدمها صدمة ما يعلم بها إلا ربنا، فده لأ طبعًا ده غلط جدًا، جدًا. فلأ إحنا بنعمل إيه، عادي جدًا أيام العيد بنقضّيها عادي بأكل بسيط، كل الأكل العادي اللي إحنا بناكله، والرنجة دي بقى بنخلّيها بقى بعدها بقى بييجي أسبوعين 3 كده فاهمين، فتكون حتى المعدة كده أخدت بقى على الجو والدنيا تمام. وبعدين إحنا يعني ما بنرضاش كمان بصراحة نجيب فسيخ، ولا جوزي بيرضى يجيبه، بيقول لي: "لأ هو الرنجة كفاية جدًا." لإن الفسيخ ده يعني بيقلّق منّه شوية وبيخاف. إحنا عندنا الرنجة والسردين، يعني ممكن نجيب رنجة وسردين، بس أكتر من كده لأ بصراحة. فبناكل رنجة وسردين مثلًا بعدها بأسبوعين والّا حاجة، فاهمين، نكون إحنا خلّصنا صيام بقى ال6 أيام، لإن إحنا بنبدأ من تاني يوم العيد صيام. تمام، فبنبدأ كده من تاني يوم العيد صيام، وبنصوم، وبعد كده في الآخر بقى خالص نبقى بقى إيه، نخلّص بقى براحتنا، ونبقى بعدها كده بأسبوع والّا حاجة المعدة تكون اتضبّطت كده واتهيّأت، ونبدأ بقى إن إحنا عادي ممكن نجيب رنجة كده وناكلها. هنا بقى خلاص حضّرت بقى الحاجات الحلوة بتاعتي والضيافة بتاعتي عشان بابايا وأخويا كانوا جايين لي كده، فقُلت أحضّر كده الضيافة والحاجات الحلوة دي، بحيث تبقى موجودة كده على السفرة، أي حد ييجي وكده بدل ما أفضل أقوم رايحة جاية، وكمان تبقى الحاجة محطوطة كده للبنات ياكلوا منها ياخدوا منها، فبتبقى حلوة جدًا. إحنا بعد ما كنا صحينا بقى إحنا نمنا كده حوالي الساعة 08:00 كده أو 08:30، صحينا آمم على الساعة حوالي 13:30 كده أو الساعة 14:00، فقُمت بقى كده اتوضّيت وصلّيت الضهر طبعًا، وبعد كده عملت بقى اللي أنتم شايفينه ده، وحضّرنا الحاجة. وبعد كده في جزء كده كمان من رابع يوم رمضان لمّا خرجنا كمان، هاسيب لكم المقطع ده دلوقتي. هنا البنات بعد ما كانوا لبسوا بقى وضبّطوا نَفْسهم، أخدت لهم كمان كام صورة كده من اللبس بتاعهم الجديد، تقولوا لي إيه رأيكم فيه كده وشكله عامل إيه، هتشوفوا معايا دلوقتي وتقولوا لي إيه رأيكم في اللبس وشكله عامل إيه عليهم. أخدت لهم كده كام صورة بحيث تبقى ذكرى كده جميلة. وخرجنا كمان خرّجتهم الملاهي وكده. بُصّوا يا بنات المقاطع الملاهي اللي هتشوفوها معايا دلوقتي دي مقاطع أنا كنت مصوّراها يعني قبل كده وكنا هناك، فكانت الدنيا رايقة، لإن بصراحة في العيد الجو بيبقى زحمة جدًا، 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 فأنا ما عرفتش أصوّر حاجة خالص بصراحة، لإن الجو كان ضغط وكان زحمة موت بصراحة. فحطيت لكم كده مقاطع كده من مرّة كنا فيها في الملاهي قبل كده، وحطيتها لكم لإني ما عرفتش أصوّر المرّة دي خالص. يا رب يكون عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا، وأسيبكم بقى مع الأجواء الجميلة دي، وكل سنة وأنتم طيبين، واستنوني الفيديو الجاي إن شاء الله فيديو حلو أوي، أوي، أوي. كمّلوا معايا الفيديو وقولوا لي إيه رأيكم في الفيديو.